إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذا الحديث الذي أثبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوته، لأن هذه الأمور ال4 موجودة إلى يومنا هذا في أمة المسلمين. فهذه الأمور وأولها، وهي من أمور الجاهلية، أولها الفخر في الأحساب، وهو الفخر بالنسب وبالمكانة وبالموقع الاجتماعي وبالمركز الاجتماعي. زي إن أنا أقول مثلا إن أنا من قبيلة كذا، ده أنا أبويا كذا، ده أنا ابن كذا، ده أنا ابن فلان، ده أنا أبويا علان، ده أنا قريب فلان، وهكذا. هذا من أمر الجاهلية. كان في الجاهلية هم الذين يتفخرون إنهم من قبيلة كذا وأنت من قبيلة أقل مني. ده من أمر الجاهلية، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا لأنه من الكبر. وما أخرج إبليس من الجنة إلا الكبر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي أخرج إبليس من الجنة هو الكبر والتفاخر. خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو ده الكبر بقى، والفخر بالنسب والفخر بالأصل. فرعون ربنا سبحانه وتعالى لما وصفه قال: إن فرعون علا في الأرض استكبر. وقال عنه ربنا سبحانه وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. خد بالك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. كلنا أصلنا في الأصل من تراب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا فخر لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول: وجعلناكم شعوبا لقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أغناكم، أعلاكم منزلة، أحسنكم نسلا، أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك فالتفاخر بأن أنا من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية أو من العائلة الفلانية، أبويا فلان، وهكذا، من أمر الجاهلية. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نضع كل أمور الجاهلية. ومع ذلك للأسف إلى يومنا هذا تجد الناس برضه تتفاخر بالأحساب: ده أنا ابن فلان وهو ابن مين، وده أنت مين وأنا مين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الفخر في الأحساب. الأمر الثاني من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب. إيه هو بقى الطعن في الأنساب؟ تيجي واحد يقول لك: هو فلان ده منين؟ ده من قبيلة كذا. يا عمي، ده قبيلة كلهم حرامية، ده قبيلة أصلهم جدهم أصلا مش عارف كان يهودي، ده مش عارف ده كان عيلة كانت كذا. تيجي مثلا على واحد يقول ده من عيلة فلان، يا راجل ده أبوه كذا وأمه كذا. طعن في الأنساب. وهذا من أمر الجاهلية ومن أبغض القول لله سبحانه وتعالى. اللي قاعد عمال يطعن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللي قاعد طول الليل والنهار عمال بيطعن في الناس ده. ومن المصائب التي ابتليت بها الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنه أصبح الطعن في الأنساب على سبيل الضحك.
ولا أظن، والله أعلى وأعلم، لا أظن رجلا، ولا أقصد ذكرا، رجلا، راجل اللي يعرف كلمة راجل، الذكور كثير والرجال قليل، يرضى أن يطعن في أمه وتتهم بالزنا عشان خاطر يضحك. يبقى قاعد كده في وسط مجموعة من صحابه ولا بتاع، وواحد بيقول له ده أنت عيل أمك كذا، ويرمي أمه بالزنا، يرمي أمه بالزنا وهو قاعد بيضحك. دي مصيبة. وكثر الذكور في هذا الزمن وقل الرجال. اللي يرضى ان امه تتهم بالزنا وتطعن فيها بالزنا علشان خاطر يضحك ويهزر مع صاحبه، فوالله ان هذا ان لم يكن هالك في الدنيا فهو هالك في الاخره لرضاه بالفاحشه. وانا لله وانا اليه راجعون. الامر الثالث من امور الجاهليه التي ما زالت في امه محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الاستسقاء بالنجوم. ما هو الاستسقاء بالنجوم؟ كانوا في الجاهليه قديما يقولون سقينا او مطرنا بنوءة كذا. يعني يجي على النوء يقول لك ان النوءة هي اللي بتجيب المطر. النوة هي اللي كانت زمان بيتقال عليها النوءة، دلوقتي تحول اسمها الى النوة. هي النوة بتاعت زمان، يقولوا سقينا بنوة كذا، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس له دخل في السقاية وفي المطر. والغريب في الامر ان في نوات بتيجي ما بيجيش معاها مطر، ومع ذلك الناس برضو كتير من الناس يظن انه ايه؟ ان النوءة هي اللي بتجيب المطر. وللعلم اجتمع اهل العلم على ان من يظن ان النوءة هي التي تاتي بالمطر وتاتي بالغيث فقد اشرك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. إذن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى فقط. النوة وغيرها بقى من التنجيم وحظك اليوم وحاجات زي كده، يعني ده مثال. النوة مثال الاستسقاء بالنجوم. في بقى الايه والعرافين اللي ظهروا السنوات اللي فاتت، والناس وتلاقي الناس قاعده مصدقاهم وقاعدين يتابعوهم كل سنه، ويطلع كده هذا السفيه على شاشات التلفزيون ويقول لك ايه؟ السنه دي في حادثه طياره هتحصل. طب ما كل سنه في 100 حادثه طياره بتحصل، يعني فين الجديد؟ يعني في اللي انت قلت في مش عارف عمل ارهابي هيحصل في دوله كبيره، ما كل سنه في عمل ارهابي بيحصل في دوله كبيره، والناس بتصدق هؤلاء المخادعين. وهذا من ابواب الشرك الاصغر اللي بيقود للشرك الاكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا راح له بس لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم ما تقبلش صلاته. انت متخيل؟ يعني مفروض عليه وبيعملها وما بياخدش اجر. تمام؟ ومن صدقه فقد كفر. اللي يصدق عراف فقد كفر. ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا احنا لازم نكون كمسلمين عارفين ان كل امور الغيب من الرزق وعلم الغيب وهكذا كلها بيد الله سبحانه وتعالى فقط، وليس بيد بشر ولا نوة ولا أي حاجة. آخر أمر من أمور الجاهلية موجود في أمة محمد إلى يومنا هذا النياحة. ما هي النياحة؟ اللي ما يعرفش، اللطم على الميت والحزن عليه والصويت ويا فلان الله يرحمك، مين اللي هيساعدنا دلوقتي؟ مين يقف معانا؟ هذه هي النياحة، وهو أمر من أمور الجاهلية المبغوضة في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إن لم تمت قبل موتها قيمت يوم القيامة وعليها قميص من قطران ودرع من جرب. إيه هو الدرع؟ الدرع اللي بيبقى مغطي الجسم كله. لذلك بعض أهل تفسير الحديث قالوا إن الدرع المقصود هنا هو لحمها. تخيل كل لحم النائحة إن لم تتوب قبل ما تموت بيكون كله عبارة عن جرب، وتقام يوم القيامة يشهد عليها الناس كلهم عشان يعرفوا أن هذه كانت التي تنوح وتصرخ على الميت. طب ده للنائحة. هل الرجال لهم نوح هم كمان؟ جرير بن عبد الله الصحابي الجليل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت بعد الدفن وصنيعة الطعام من النياحة.
يعني كان بيقول ان هم لما يجتمعوا عند اهل الميت، اللي احنا دلوقتي بنسميه ايه؟ العزاء والصوان اللي بيقام، الاجتماع عند اهل الميت وصنيعه الطعام، ان احنا نخلي اهل الميت نكلفهم اكتر. يعني كفايه الحزن والهم اللي هم فيه، ان احنا نكلفهم اكتر كمان ان هم يصنعوا لنا طعام من النياحه. طب ليه من النياحه؟ يعني انت هتقعد دلوقتي في العزاء، انت رحت حضرت عزاء فلان، الصوان الكبير اللي اتكلف ما شاء الله الاف الجنيهات، وده من امور من باب التباهي برضه، كل واحد يعلق على بعضه، ده عمل صوان قد كذا، لا ده هنعمل صوان اكبر منه، وهكذا. بتروح بقى تقعد في العزاء بتعمل ايه؟ والله الله يرحمه، ده كان راجل طيب، ده كان راجل محترم، ده كان اهل الميت بيعملوا ايه؟ يتاثروا اكتر فيبكوا اكتر، فيبدا يظهر النوح، النياحه تاني. طب ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هكذا امور، بل ان السنه ان اهل البلد واهل المنطقه اللي حوالين المتوفي هم اللي يصنعوا الطعام ويرسلوه الى اهل الميت. مش ان احنا كمان يبقى الراجل ميت وكمان مكلفين اهله ومطلعين عينيهم فوق الحزن اللي هم فيه والهم اللي هم فيه، ومكلفهم كمان اكل وصوان والناس تيجي والناس تقعد. طب انا دلوقتي عاوز اروح اعزيهم، يعني ما لحقتش مثلا اعزيهم على المقبره، اعمل ايه؟ اروح 5 دقايق لا اكثر. البقاء لله، ربنا يصبركم. وفي ناس كمان قالت انه القعود مكروه، انما يا سيدي لو انت جاي من مشوار بعيد ماشي يا سيدي، روح اقعد حبه بسيطه وتوكل على الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبعد عننا امور الجاهليه. اللهم اهدنا الى سبيلك يا رب العالمين. اللهم اهدنا اليك وباعد بيننا وبين امر الجاهليه يا رب العالمين. اللهم اهدنا واغفر ذنوبنا. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كتير من الناس لا يعلم أن الدعاء من أصول العبادة ومن أصول توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الدعاء يكون له. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الدعاء هو العبادة. وفي قول آخر: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي. الدعاء مخ العبادة. أنت في الدعاء بتخرج من حولك وقوتك تماما، بتتوجه إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء له. بعض الناس يقول لك إيه؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي. الكلام ده معقول؟ الكلام ده صحيح؟ لا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن ندعوه فيستجيب لنا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن من يدعوه سيستجيب له إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب اللي ما بيدعوش ربنا، اللي بيقول لك يا سيدي ربنا عالم بالحال، يا سيدي مش مهم، ويتكاسل عن ان هو يدعو ربنا سبحانه وتعالى. كمل كده قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تكمله الايه: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني الاستكبار عن الدعاء والعباده جزاؤه جهنم. طب انا دلوقتي واحد من الناس قاعد بدعي بقالي سنه سنتين، قاعد بدعي وربنا ما بيستجبش. هنا بقى الامام ابن القيم اتكلم في النقطه دي وقال لك ان في 3 عوامل اساسيه في استجابه الدعاء. العامل الاول هو قوه التاثير. الامام ابن القيم شبه الدعاء بالسيف. تخيل انا معايا سيف كده عاوز ادافع عن نفسي بيه، لو انا حطيته قدامي وخلاص هل هيعمل لي حاجه؟ لا طبعا، لازم ان انا امسكه بنفسي واضرب به بشده هذا السيف. فقوه التاثير هي الالحاح في الدعاء. بس ربنا يرزقنا. بس خلاص كده ربنا هينزل عليه بقى كنوز قارون. لا اله الا الله. لا، لازم نتذلل الى الله سبحانه وتعالى. يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا، ونلح في الدعاء.
تاني حاجه قبول المحل، ان انا يكون قلبي، المحل هو القلب، قبول المحل في القلب، ان يكون قلبي متيقن ان الله سبحانه وتعالى سيستجيب. ان يكون متيقن ان ربنا سبحانه وتعالى انا لما ادعوه سيستجيب هذا الدعاء. اما في واحد بيدعي بيدعي وخلاص، او ممكن يبقى بيلح في الدعاء بس هو مش متيقن من جواه ان ربنا هيستجيب الدعاء. ثالث حاجه واهم حاجه زوال الموانع. ايه هي موانع استجابه الدعاء؟ يعني ما اكونش انا مثلا على سبيل المثال والعياذ بالله بشرب وادعي ربنا، ما اكونش على سبيل المثال سباب للدين ليل نهار وادعي ربنا وانتظر ان ربنا يستجيب لي. البعد عن الذنوب من اهم عوامل استجابه الدعاء. طب انا عملت كل ده ولسه ربنا ما استجابش، هل ده معناه ان في اي حاجه غلط؟ في 3 طرق لاستجابه الدعاء. اول حاجه ان ربنا يستجيب دعائك مباشره، يا رب انا عاوز عربيه ربنا يرزقك عربيه. واهل العلم قالوا ان هذه ادنى درجات استجابه الدعاء، يعني ادنى حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى تطلب منه الحاجه يديها لك زي ما هي. طب ايه تاني درجه وهي الدرجه الوسطى؟ ان الله سبحانه وتعالى بدعائك هذا يدفع عنك بلاء عظيم انت لا تعلمه. يا رب انا عاوز اتجوز فلانه، يا رب فلانه ومفيش غيرها، انا مش عايز غير ان اتجوز فلانه دي. وتلاقي ربنا ما استجابش، انك عملت كل حاجه عشان ربنا يستجيب ربنا ما استجابش. تظن ان ربنا ما استجابش، ده ربنا غضبان عليا او غير راضي عني. وربنا سبحانه وتعالى استجاب انه بعدك عن فلانه دي عشان خاطر ينقذك منها، لان الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهاده ويعلم انه لو كنت هديت الزواج تمت كانت الدنيا خربت، حياتك اتدمرت. ثاني درجه وهي اعلى درجه من استجابه الدعاء هي ان الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذا الدعاء في الاخره. بعد ما خلاص تاتي الموازين تلاقي دفتر كده حسنات، ميزان عظيم من الحسنات جاي لك، انت مش عارف ده ايه، ده مش عملك، ده خلاص عملك كله اتحسب عليه. امال ايه ده؟ هذه دعوتك التي دعوتها في الدنيا ادخرها الله سبحانه وتعالى لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الشرور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن لنا إخوانا في غزة وإخوانا في سوريا وإخوانا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين مستضعفين فانصرهم. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا ثم اهدنا ثم اهدنا ثم اقبضنا اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.